تخيل ان منتخب مصر ممكن يتأهل لدور ال 32 في كأس العالم، لكن المفاجأة ان المركز الاول مش بالضرورة يكون الطريق الاسهل. احنا لسه ما تأهلناش رسميا، ومباراة ايران هتحدد كل حاجة تقريبا. لو مصر كسبت ايران بنسبة كبيرة هنتصدر المجموعة، وهنا يبدأ الكابوس الحقيقي، لأن المتصدر ممكن يلاقي نفسه قدام منتخب من 5 منتخبات قوية جدا: السعودية، السنغال، كوريا الجنوبية، أو الإكوادور أو الجزائر. وخلي بالك أنا قلت السنغال، فاكر؟ طيب استنى، لان السيناريو الصادم جاي دلوقتي. لو مصر انهت المجموعة في المركز الثاني، ساعتها الطريق ممكن يبقى اسهل بكتير، لان المواجهة هتكون غالبا يا اما ضد باراجواي يا اما ضد استراليا. وده اللي مخلي ناس كتير شايفة ان الوصافة هي افضل من الصدارة. بس لحظة، في سيناريو خطير شوية. لو مصر خسرت من إيران وكسبت بلجيكا مباراتها أمام نيوزيلندا، هننزل للمركز الثالث. ولو طلعنا أفضل توالت يبقى ما نفكرش في الدور 16 أصلا، لأنك ممكن تلاقي فرنسا مستنياك، أو النرويج أو كندا أو سويسرا. يعني باختصار ده السيناريو اللي محدش نفسه يشوفه. دلوقتي قولي، بعد كل اللي سمعته لسه شايف إن المركز الأول هو الطريق الأسهل؟